السلام عليكم، أنا مصطفى خاطر ودي قناة حكي تاريخ. النهاردة هنتكلم عن نهب الغزال الآثار المصرية في القرون الأولى قبل وبعد الميلاد. البداية كانت من الاحتلال الفارسي اللي احتلوا مصر سنة 525 قبل الميلاد. جه بعدهم الإغريق وبعدهم الرومان اللي زادت السرقة في عهدهم أكتر من أي وقت تاني، وده لأنهم استمروا 600 سنة يسرقوا آثار مصر. ومن أعمال السرقة اللي كانت في عهد الرومان اللي سرقوا الإمبراطور هادريان هنلاقيه زين حدائق روما بآثار مصر، وأكتر حاجة الرومان سرقوها كانت المسلات المصرية. طبعا كان في حضارات تانية عندهم مسلات زي الحضارة الحبشية والأمازيغية والأشورية والرومانية، لكن ما وصلوش كلهم لتميز المسلات المصرية. طبعا المحتلين ما اكتفوش بأنهم يسرقوا الآثار وبس، لكن حقدهم على مصر خلاهم دمروا بعض الآثار، زي ما قال بعض المؤرخين عن اللي عمله قمبيز ملك الفرس اللي استولى على مصر سنة 525 قبل الميلاد. وديودور الصقلي قال إن قمبيز سرق قرص كبير من الذهب، وده من مقبرة في الرمسيون ونقله لبلاد فارس. وكان موجود في مصر مش أقل من 100 مسلة، لكن الموجود حاليا دلوقتي فيها هم 7، وأكتر عدد من المسلات موجودين في إيطاليا مش في مصر، لأن فيها 13 مسلة، منهم 8 بس في روما. وهنلاقي في فرنسا 4 مسلات مصرية، و2 في تركيا، ومسلة في لندن، ومسلة في نيويورك. طبعا أول عمليات سرقة للمسلات كانت قبل الميلاد، وده اللي ذكرته المصادر، إن أشور بنيبال آخر ملوك أشور بعد غزوه لمصر سنة 665 قبل الميلاد نقل مسلتين من مسلات عين شمس حاليا، واحدة للملك رمسيس الثاني والتانية للملك سيتي الأول، علشان ينقلهم في عاصمة مملكة أشور. والمسلتين طول كل واحدة منهم 15 متر. بعد أشور كمل في نقل وسرقة المسلات الرومان، واللي نقلوها الروما والقسطنطينية. والمؤرخين بيقولوا إن أول مسلة اتنقلت لأوروبا نقلها الإمبراطور أغسطس قيصر سنة 10 قبل الميلاد، وخلاها في وسط مدينة روما وجددها وخططها من جديد. ويا ترى إيه اللي سرقوا المحتلين من الآثار بعد كده؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله الحلقة الجاية. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتعليق، واستنونا في حلقة جديدة من حكي تاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.